بيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. احنا معاكم في يوميات ايمن واماني وعيالي المجانين. عاملين ايه؟ اخباركم؟ ايه اللي في الدنيا دي يا عالم؟ انا هخش على طول كده عشان خلاص ما عادش فيه نفس بجد. ايه اللي بيحصل في الدنيا دي؟ يومين بالظبط الفراخ عماله تغلى، الرز، السمك، كل حاجه عماله تغلى، السكر، الزيت. خلاص ما عادش فيه خير في البلد. خلاص والله ربنا يسترها على الناس وعلى الشعب وحياة ربنا وعلى الناس الغلابه. المفروض اللي بيدعي لفلسطين يدعي لمصر معاه بجد، عشان احنا بنتأذى في بلدنا والله العظيم. احنا عايشين وبنتعذب، عيالنا قدام عينينا وبنتعذبوا بجد. فربنا يسترها يا رب علينا يا رب، ويعدي الأزمة دي على خير، ويدخل علينا شهر رمضان بالخير كده يا رب، وربنا يسترها علينا يا رب. الواحد مش عارف يتكلم على حاجة والله العظيم. الواحد نفسيته تعبت بجد. أنا لسه قايمة من النوم دلوقتي المغرب أهو، احنا المغرب. قلت اعمل اكله او اعمل اي حاجه للعيال، ما اناش عارفه اعمل ايه. عندي حتتين وراك اللي هي من غير دبابيس دي، وجناح فرخه كل ده مسكت قطعته والله. لسه مطلعهم دلوقتي من الثلاجه. بصوا اهو، شايفين؟ قطعتهم على كذا حاجه كده اهي، اهو كذا حته على قدنا، احسن من ما فيش. هنعمل ايه؟ الجناحه بقت ب 70 جنيه و 75 جنيه، مش عارفين نعمل ايه بجد. الجناحه بقت ب 70 و 75، ودي مش عارفه بقت ب 80 جنيه دلوقتي، والحاجه غلت خالص. قلت اعمل صينيه بطاطس بسرعه كده اهو. ماشي، هنعمل صينيه بطاطس ونظبط الدنيا كده بسرعه مع شويه شوربه العيال يشربوهم. العيال عايزين حاجه يتدفوا بيها. الجو الدنيا بتشتي عندنا في اسكندريه والدنيا بايظه خالص، مش عارفين نعمل اي حاجه بصراحه. فهنعمل صينيه بطاطس ونعمل الفراخ ديت مسلوقه، واحط الفراخ بعد كده مع صينيه البطاطس واخليها تتعامل حبه مع بعضيها، وبعد كده ايه نعملها. نعمل ايه؟ الدنيا باظت يا جماعه والله العظيم بجد بجد. ربنا يقوي العالم والله. انا نايمه واقوم واصحى واقول الله يكون في عوننا يا رب. انا لوحدي بعمل يعني باخد علاج للسكر والغده يعدي 500 600 جنيه، 500 600 جنيه. وفي الرخص وفي الدنيا ما كانت متظبطه. علبه الشرايط اللي انا بعمل بها الاختبارات بتاعت السكر عشان اشوف السكر عالي واطي، والله داخله على كذا شهر ما جبتهوش اصلا، من مصاريف العيال والمدارس والدروس واللي احنا فيه ده. قلت ما ادورش على نفسي ولا حتى بنزل الصيدليه، والله ما بدور على نفسي خالص. كمان جايين يغلوا يعني 500 600 جنيه علاج غير اللي احنا فيه ده. والبطاطس بقت ال 2 كيلو ب 25 وب 26 جنيه، بقى الكيلو منها ب 13. يعني دي لما انا جايباها بقى لها اسبوع. الحمد لله. اخر شويه بطاطس عندي بتاع 2 كيلو، في حبه قدهم تحت. قلت اطلع كام بطاطسايه كده وبصلايه غلبانه. كنت جايبه الكيلو ب10، الله اعلم الكيلو بقى بكام. انا النهارده كنت عند ماما في كفر الدوار، لقيت كيلو البصل بنت خالتي جايباه كيلو ب 30 جنيه. بنتها راحت جابت نص كيلو لما لقيت البصل غلى مفكراه ب20 ولا حاجه، جابت نص كيلو ب15. استغربت والله. والله ربنا يعدينا منها على خير. احنا بنتظلم في الدنيا واحنا عايشين فيها، ربنا يستر. هنعمل شويه رز وشويه شعريه كده بالرز، وهنعمل صينيه بطاطس ونسلق الفراخ دي بسرعه. انا جوزي قرب يجي، يعني قدام نص ساعه ويكون هنا. المفروض ان انا اخلص كل ده في نص ساعه عشان ايه يجي يلاقي الاكل جاهز، عشان عنده سفر الصبح ان شاء الله. ربنا يوديه ويجيبه على خير يا رب. الجو اليومين دول والشتاء ما يتضمنش في السواقه، وربنا يسترها يا رب، ربنا يسترها معايا. اديني عملت بحب السكينه الصغنونه دي حاميه. عملت خلاص يعتبر صينيه البطاطس اهي، وعندي الصلصه جاهزه. كل حاجه هتتعمل، البصل والبطاطس اقطعهم طرنشات يتحطوا في الصينيه على البوتاجاز وخلاص على كده. والفراخ احطها على العين التانيه تتسلق وخلاص. خليكم معايا عشان ما اطولش عليكم تقولوا ان انا ممله. صحيح جايبه ليمون اللي هو الكبير ده اللي اسمه اضاليا او اطاليا، معرفش نوعه ايه. المهم خليكي انت هنا تغسلي معاه مع الفراخ عشان يمكن الفرخه تكبر. مش عارفه اعمل ايه والله. والله الواحد بيبص في وش عياله بيصعبوا عليه وحياه ربنا. الحمد لله بنجيبوا الحاجه، بس غيرنا مش عارف. وممكن يجي علينا ايام معناش. طب احنا هنعمل ايه يا عالم؟ بس مش عارفه. داخلين علينا شهر رمضان وداخلين علينا عيد، يعني الناس هتلبس عيالها ولا تاكلهم ولا تشربهم. والله انا صعبان عليا العالم وصعبان عليا نفسي ورحمه ابويا. انا لو معايا فلوس بجد لا نقف
يعني هحاول ان انا اقف جنب الناس، احاول اعمل اي حاجه. فيا ريت بجد والله يا جماعه اي حد يقدر على اي حاجه، يلاقي جاره، يلاقي اي حد محتاج اي حاجه بجد، ومحد بس يكون معاك. هو عامه انا عارفه ان الدنيا مزنقه الناس كلها، كل واحد يقف جنب التاني معلش لحد ما الازمه دي تعدي بجد، وربنا يعديها على خير. ورحمه ابويا انا ان شاء الله باذنك يا رب، باذنك يا رب. هو المفروض الحاجات دي ما تتقالش. لو ربنا كرمني في القناه دي بجد والله لازم اعمل اي حاجه، لازم اعمل اي حاجه. ده انا بيصعب عليا العيال اللي في الشارع الغلابه اللي مالهمش اهالي وماشيين تحت الكباري ومالهمش اهل، والرجاله العواجيز. يعني انا ابويا ميت واتدفن الله يرحمه، غيرنا بقى اهاليهم مرميين تحت الكباري وفي الرصفه وفي المنشيه، في اي مكان الناس نايمه تعبانه وملهاش مكان والدنيا بتشتي عليها. ببقى هين عليا اخدهم كده واقول لهم يعني الواحد فقد ابوه، بس مش يعني نفسي اعمل اي حاجه للعالم، مش عارفه بامانه والله العظيم الواحد نفسه يعمل اي حاجه للناس، لان ربنا يعديها على خير يا رب. الظروف اللي احنا فيها دي صعبه على العالم كلها وربنا يسترها. المهم هوقف معاكم الفيديو 5 دقايق لحد ما اعمل البطاطس وارجع لكم تاني. ثواني يا حبايب قلبي، خليكم معايا يا حبايبي وادعوا لنا بالله عليكم. ثواني. بصوا حبايبي، دي الصلصه اللي انا عاملاها بقالي فتره بصراحه. اجيب 3 كيلو طماطم واحط اطيبهم على النار، اغسلهم واطيبهم على النار واضربهم في الخلاط واصفي واعملهم شويه على البوتاجاز واشيل البراطين اي حاجه لحد ما مليت الحمد لله التلاجة بتاع 10 كيلو ولا 15 كيلو صلصه. قلت عشان في رمضان طبعا هنعمله مكرونه ونعمله طبيخ، صينيه بطاطس، شويه لوبيا اللي ربنا قدرنا عليه، وكلها نعمه ورضا. المهم ربنا ايه يقدرنا بس ايه على صيام شهر رمضان ان شاء الله، والصحه تتظبط. عشان الواحد انا حتى اليومين دول اللي عندي ضربات في قلبي زياده مش عارفه سببها ايه. قطعنا البصل اهو، هنحط البطاطس ماشي. ضربات قلبي بقت سريعه شويه مش عارفه سببه ايه اللي انا فيه. هنحط الصلصه بقى اهي، 3 معالق صلصه بالظبط لان انا مطيباها كويس ومنقيه الطماطم الحمراء. كنت بروح عند الراجل اقول له عايزه الطماطم الحمراء، وانا اللي كنت بنقي، وانا كنت هخلي حد ينقي لي، انا اللي كنت بنقي ماشي. ومخلله بسلق بتنجان اهو بتاع ليمون، بعمل ليمون برضو اهو ماشي. هنعمل بقى الرز بسرعه ماشي. نحط بقى الملح والكمون والحاجات الحلويات بتاعتنا اهو. كمون بحب احط كل حاجه بايدي ماشي. والسبع بهارات حفظت اسمها 7 بهارات اهو. النهارده كان الحد، كان نفسي انزل السوق اتسوق ما عرفتش عشان الجو كان طول الليل بتشتي عندنا في اسكندريه، ومش عارفه اتحرك بصراحه لان الجو وحش، وانا اساسا ضربات قلبي بقت سريعه بقالي يومين مش عارفه ليه سببه ايه معرفش. بعدين ساكنه في الدور الخامس قلت هنطلع يعتبر مع الاموات. اغسل الفراخ كويس واسلقها وارجع لكم تاني فاصل وانا واصل. بصوا يا جماعه دي ايه؟ دي مش سمنه، دي شايفين كويس الدهون مش باين ها. بصوا مش سمنه، دي ايه؟ الدهون اللي بتطلع من الشوربه بتاعت الفراخ، شايفينها؟ كنت باخدها بالوش كده بالمعلقه ماشي. خدتها بالوش لانها كانت بتبقى تقيله، احنا ما بنحبوش الحاجه تقيله اهي. شايفين عامله زي السمنه بالظبط كانها سمنه فلاحي. هحطها على البطاطس، ما انت عشان خلاص ازازه الزيت شوفي بكام. خدت معلقه حطيتها على البطاطس اهي، واللي هيطلع من الفراخ برده كمان حبه هناخده. بصوا بقت عامله ازاي اهي. والله الدنيا غلت خلاص، كل واحد لازم يدبر يا جماعه في بيته بقى. تعملوا ايه اهي. اللي هيطلع من الفراخ تاني من الشوربه هاخده احط برده عليه، ما حاجه ما تقرفش وحاجه نظيفه. يعني انا خدتها الوش الدهون بس بتاعه الفراخ من على الشوربه وحطيتها بس. فلازم نمشي نفسنا لحد ما الدنيا ترجع تاني. ثواني يا حبايبي. بصوا يا جماعه بقى الليمون سلقته اهو، مش هنحشيه بقى بالشطه ونظبطه. ودي ميه الليمون هنعمل فيها ايه؟ افضي حبه في مج كده اهو، اخدهم احطهم في بخاخه في الحمام، بكبهم في الارضيه في اي مكان تضيع اي ريحه وحشه في الحمام زي بخاخه. والباقي بقى اللي فضل ده هكبه على الفراخ دي عشان تضيع ريحه الزفاره بتاعت الفراخ.
ماشي. الحلل اللي انا بسلق فيها عشان انا صوابعي بتشقق في الشتاء، الحلل اللي انا بسلق فيها الحلق بتاعتي ألموني، بسلق فيها ليمون، فراخ، اي حاجه هنسلق فيها. مش هتفطها هي نضيفه، مكانها ليمون، الليمون خلاص. هنعمل فيها الفراخ. بصوا غسلنا الفراخ اهو مكان الليمون عشان ريحه الزفاره واي حاجه وحشه تروح منها. بس هو حد لقى زفاره؟ يا ريت حد يجيب لنا زفاره. الفراخ اتغسلت حلوه اهي، نشوفها ونغسل المواعين اللي في الحوض ديت ويبقى فاضل لي الرز. ثواني خليكم معايا. بصوا بقى يا جماعه ايه، خلصنا الليمون اهو، لما يبرد شويه كده هنفتحه، واساسا يعتبر فتح لوحده. المهم انا عايزه اقول لكم على حاجه، احنا دلوقتي داخلين شهر رمضان، مش اكتر الوقت طبعا هيبقى عندنا فراخ، ومش اكتر وقت هيبقى عندنا شوربه. عملتي اي فرخه اليومين دولت او اي شويه جناحه اي حاجه، خدي الشوربه بتاعتهم يعني اشربوا اللي تشربوه، والباقي عبيه في ازازه وشيليه في الفريزر. كل ما تيجي مثلا تعملي رز، تعملي ساعات بعمل انا الشوربه بحطها على الرز، حماتي معلماني الطريقه دي فاهميني، بحط الشوربه على الرز بدل الميه. تيجي تطبخي تعملي اي حاجه، محتاجه تعملي رقاق باللحمه اي حاجه، فطبعا يبقى عندك الشوربه موجوده في البقزازه ولا حاجه تفضي منها اللي انت عايزاه وتاخديه وتعمليه، عشان ايه نراعي بعضينا كده في الحالات السيئه اللي احنا فيها دي، وربنا يعديها على خير يا رب. والله بجد ما حدش يقول يا جماعه انت ايه القرف في الكلام ده، ما بحبش الكلام ده على فكره. انا احب الواحده تعيش بظروفها اللي هي فيها. جه عليكي وقت، انا عندي بنتي ما بتعرفش تاكل الا الرز على الشوربه، ساده الصغيره شوربه على رز تاكل، ان شاء الله لو جناح فرخه ماشي بتاكل. المهم يبقى فيه شويه شوربه على رز للعيل وشويه بتاع. وانا مش كل يوم هجيب فراخ، وفي شهر رمضان الله اعلم ظروف الواحد هتبقى عامله ازاي، الله اعلم. احنا هنبدا من اليومين دولت، اي قرش يجي لي جوزي يشتغل بيه ربنا يسهل له الحال، ابدا اجيب لي فرخه فرختين. الفرخه كانت ب 100 جنيه حلوه، وفي ب 90 وفي 110 على حسب البتاع بتاعت الوراك دي من غير الدبابيس. اللي يقدر على حاجه يجيبها يحطها في بيته ماشي، اللي معاه يعني. حاولي ان انت تظبطي نفسك اليومين دول على قد بيتك وعلى قد اللي هتاكليه وتشربيه، وتحاولي تشيلي حاجه لرمضان، حاولي تشيلوا اي حاجه لرمضان، اي حاجه. انا عارفه ان مفيش، والله كلنا كده على النظام ده، الظروف مع الدروس مع الكتب. احنا جايبين كتب للعيال ب 1000 وي لحد دلوقتي، والدروس لسه هندفعوها، والمدارس هتفتح، واللانش بوكس يتحضر. انا لسه بصوا ماسكه اللانش بوكس بتاع ساندي اهو، فاكرينه؟ لسه بقول يا رب يا ساندي هتبقى فتره الظهر، قلت يا رب هي طب انا اعمل لها سندوتشات ولا افطرها، وهتروح طبعا على السنتر على الدرس بتاعها، ومن الدرس تطلع على المدرسه. فانا بقول ممكن ما اعملهاش سندوتشات، هجيب عيش فينو وجبن ومربى وحاجات من دي، هنوجع دماغنا على حاجه ملهاش لازمه. اكل البت واشربها واشبعها وتعمل. وفي رمضان ربنا قوينا بقى ايه على شهر رمضان عشان نقدر نجيب حاجات عيالنا. انا كده كده ما ينفعش ان انا يعدي عليا عيد ولا اي حاجه من غير ما اجيب لبس لعيالي، لازما لو هموت لو ما خلاص اجيب لهم اللي اقدر عليه ان شاء الله. لو حاجه بسيطه وبسعر حنين برضه اجيب، عشان العيل بيتقهر جواه. احنا واحنا صغيرين كنا نناموا والفانوس جنبنا، نناموا والجزمه سوري يعني في اللفظ، الشوز جنبنا، طقم العيد تبقى محضره التوك ومخبياها في كيس وشايلاها تحت المخده. كنت انا بعمل كده انا واخواتي البنات، نحضروا الشنط والكوتشيات، اي صنادل اي حاجه. المهم كنا بنهتموا بحاجتنا ومن شويه هنيجي نقهروا عيالنا، لا احنا نحاولوا يا جماعه بالراحه واحده واحده، عشان الزمان ده الله اعلم في ايه اللي هيحصل. ربنا يسترها ويعديها على خير يا رب. انما سانجي لانش بوكس وسيف هفطرهم واشبعهم في الشقه هنا، وياخدوا مصروفهم عادي، يشتروا اللي هم عايزينه، مولتو باتيه اي حاجه اللي هم عايزينها يشتروها من بره، او شيبسيات اللي هم عايزينه بعد ما ياكلوا ويشبعوا ويروحوا الدروس، ويجوا من المدرسه اللي قلنا عامله لهم الغدا ان شاء الله، احنا بنصور مع بعض، يجوا يتغدوا ويقعدوا. ربنا يعديها على خير يا رب. خليكم معايا ثواني يا حبايبي، معلش انا ضايقتكم. ثواني. رحتوا فين يا حبايبي؟ اوعوا تكونوا سبتوني. احط معلقه صلصه بقى كده ولا معلقتين على الشوربه، خليها تحمر كده وتبقى ايه الدنيا حمرا ماشي. يكون جالكم حالة اكتئاب، احنا مش عايزين نكتئب، احنا داخلين على شهر جميل. كفايه شهر رمضان بس اللي داخل علينا ده كله بركه لوحده والله العظيم. كفايه ان الواحد يبقى قاعد في بيته كده ويدعي من ربنا، وربنا يقبل اي دعوه مننا، ان ربنا يخلي لنا عيالنا، يشفينا، يدينا الصحه، ويخلي لنا عيالنا يا رب، ويسترهم في طريقهم يا رب، في الطريق بتاعهم،
ويبعد عنهم اي حاجه وحشه يا رب. ده كفايه اهم من الاكل والشرب والله. هنعمله ايه؟ هنعمله ايه؟ ربنا يستر. البطاطس خلصت، هنعمل الرز بقى. استنوا معايا تسويه، هنعمل الرز ونرجع لكم تاني. محدش يزهق مني، اوعوا. خليكم معايا ثواني. وعلى فكره استنوا، فين الجرس؟ الجرس الناس بيقولوا لي انت جايباه من انه عربيه كارو. والله جوزي جابه ب50 جنيه. ده اللي مش عاجبكم ده ب50 جنيه. كان جايب 2 ب100 جنيه، حطت واحد في العربيه وده التاني. لما قلت له عايزه جرس قام جايب لي ده. متنسوش الاشتراك في القناه واللايكات. بصوا الشقه دخلت عندي ازاي، بصوا العرق، بصوا العرق. والله ما انا عارفه اعمل ايه في الشقه دي. عايزه اغسل الشفاط طبعا بمسافه اسبوع ولا 10 ايام بيلم بلاوي عشان الشقه مكتومه ومقفله. عايزه اغسل الشفاط، متبهدل خالص بصراحه، عايزه اعمله. خلصت البطاطس، شفتوا انا شاطره ما كملتش 10 دقايق والمصحف فيه. خليكم ثواني معايا اعمل الرز وارجع لكم عشان اوريكم وليمه العشاء بحته الفرخه اللي هناكلوها، بس نعمه ورضا الحمد لله.